انا النهارده جاي احل العقده اللي عند الناس كلها او معظم الناس، على ان في ناس متمكنه طبعا. الزلابيه ازاي نعملها بالشكل ده كده، وازاي ما تطلعش مننا كواكب وقواقع وحاجات كده بتطلع اشكال غريبه. هنعملها بطريقه سهله جدا، شكلها تحفه. وعلشان تطلع معانا بالشكل الجميل ده واللون الذهبي العظيم ده، الطريقة سهلة جدا ومفيش أسهل منها. يلا يا جماعة، مفيش وقت. بجيب عندي بولة فاضية وأحط فيها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. السكر بيساعد على اللون الذهبي كويس جدا. بحط معلقتين كبار من الدقيق وببدأ أختبر الموضوع ده بربع كوباية مية فترة. ببدأ أضربهم مع بعض عشان أختبر بس الخميرة شغالة معايا ولا لأ، وبسيبهم 3 دقايق على جنب. وده برضو بيدي نتيجة كويسة جدا في التخمير وفي النتيجة النهائية للزلابية، في أي حاجة عموما فيها معجنات وخميرة. ببدأ بعد كده أجيب المواد الجافة عبارة عن كوباية ونص من الدقيق، واستخدمنا ربع كوباية في الأول، معلقة كبيرة من الكاستر ومعلقتين كبار أو 3 معالق كبار من النشا. بقلب المواد الجافة دي مع بعض، وطبعا عليهم ذرة ملح. الشربات التقيل البارد بتاع الكنافة وصوابع زينب وبلح الشام والزيوت عموما، اللي هو كوبايتين من السكر وكوباية من المية، ببدأ إن أنا أحط منه 3 معالق كبار. وده برضو بيديني نتيجة كويسة جدا في الآخر. وبضيف المواد الجافة كلها واحدة واحدة لحد ما تبدأ تتجانس معايا، ويفضل ان انا ابدأ اشتغل بايدي، مفيش مشكلة. ممكن تلبسوا جلافز وتشتغلوا، بس انا بقى ايه، هنا هشتغل بايديا. وطبعا بقى نيجي للكلام المهم هنا قوي. ببدأ اضرب العجينة دي كويس جدا زي ما حضراتكم شفتوا بالطريقة دي كده لمدة 7 8 دقايق. افضل اضرب فيها لحد ما اوصل للقوام ده، هو ده قوام الزلابية المظبوط. وهنا ازاي نختبر العجينة تمام ولا مش تمام؟ زي ما انتم شايفين بضربها الضربة الخفيفة دي تطلع معايا الكورة زي ما حضراتكم شايفين كده. دي نقطة مهمة جدا انا حبيت اوريها لكم عشان تعرفوا ان احنا ماشيين تمام ولا لا. ببدأ اسيبها تخمر لمدة نص ساعة لحد ما تضاعف حجمها تقريبا. هنا عندي زيت سخن ينزل لدرجة حرارة متوسطة، وببدأ أضرب العجينة دي ضربة بسيطة بعد التخمير. تمام. وهنا عندي كوباية، هنا طبعا كنت بختبر حرارة الزيت لسه، بديها وش أول ووش تاني عشان تطلع معانا مقرمشة. ومعايا كوباية فيها معلقة بيبقى فيها شوية من المية ومعلقتين كبار من الزيت. دي الطريقة بتاعة التشكيل الزلابية. عايزين تشتغلوها بكيس حلواني اشتغلوا بكيس حلواني، بإزازة. في اختراعات كده بدأت أشوفها على السوشيال ميديا، بدأت أشوفها الفترة اللي فاتت. بس في ناس طبعا هتتمكن لما تجرب الطريقة دي وتمشي بيها بالطريقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا طولت فيها شوية علشان الناس تركز فيها وتحاول ان هي تجرب فيها اكتر من مرة. فطبعا انا ما جاتش معايا من اول مرة، انا جربت كتير جدا وكان بيطلع معايا اشكال غريبة. طبعا الحلو بس اللي انتوا بتشوفوه. فببدأ هنا طبعا الزيت كان عندي سخن شوية، فهلحق ان انا اشيلها من الطاسة اسيبها عندي بس ايه تهدى دقيقتين 3، وابدأ ارجعها تاني تكمل تسوية. اللي عايز يفرزها على كده في الفريزر يحطها ويبدأ يشتغل بيها بعدين مفيش مشكلة. اهم حاجة ان الزيت عندي يبقى سخن وتبقى الحرارة بتاعته متوسطة، بتبدأ ان هي تنزل للنص. ببدأ ان انا اشكل زي ما انتوا شايفين. اللي عاوز يجري الخطوة دي، انا بس طولت فيها شوية علشان تركزوا في طريقة التشكيل. نبدأ ان احنا نقدم الفيديو شوية، لو حد يعني حابب يتخطى خلاص الموضوع ده ومتمكن في التشكيل فمفيش مشكلة. انا حتى بدأت ان انا اسرع الفيديو علشان ما نضيعش وقت، يعني ما اطولش عليكم. هنا الشربات التقيل البارد اللي بحضره ده عبارة عن كوبايتين من السكر، كوباية من المية، ورشة ملح ليمون وفانيليا. وانا بصراحة بحط مع الزيوت بلح الشام وصوابع زينب والكلام ده، نقطة من اسانس البرتقال بتدي طعم كويس جدا. مملاش الطاسة قوي، انا كان في شوية زيادة بس شلتهم على جنب. وببدأ اديها الوش التاني، والتقليب المستمر يا جماعة ضروري جدا لحد ما كلهم ياخدوا اللون الذهبي المميز. ده بيساعد، او ده بيجي منين بالظبط؟ ده من معلقة السكر اللي احنا بنحطها، بتدي الزيوت عموما اللون الذهبي المميز ده. ببدأ اقلبها كويس جدا علشان كله ياخد معانا لون واحد. ونخلي بالنا يا جماعة من حرارة الزيت. نبدأ ان احنا نصفي الكلام ده كويس جدا بعد ما تستوي تماما. اصفيها كويس جدا علشان ده لما ينزل في الشربات لو نزل فيه زيت، الشربات بيسكر مننا بعد ما نشيل فيه الزيوت عموما، سواء بلح الشام او صوابع زينب او الزلابيه. بسيبها عندي في الشربات لمده 10 دقايق، وبعد كده ببدا احطها على المصفى واصفي منها الشربات تماما لحد ما تطلع معايا بالشكل المميز الجميل ده. اتمنى اكون فدتكم وقلت لكم كل التفاصيل الخاصه بالزلابيه، واشوفكم في وصفه جديده. وما تنسوش تجربوها وتبعتولي في الكومنتات تحت. امشوا على المقادير بالظبط عشان تطلع معاكم بالشكل ده، وجربوها وابعتولي الصور تحت واكتبوا اي وصفة انتوا عاوزينها. سلام عليكم.